العيشة بقت يعني أسوأ. أنا وين أروح مثلا؟ يجيبون لي خروج نهائي زي أي عامل جاء أمس. أنا بنتظر عيالي هم اللي يصرفون علي ولا أنا بمشي من الدولة ولا إيش القوانين بتصير؟ ما أقدر أطالب بأي حق أصلا عشان لا أبتعد عن أولادي. كيف شكلي قدام أطفالي بعدين؟ إن أنا في أبشر عاملة منزلية؟ هي أجنبية ما نخليها عندنا، ما نعالجها. أبوهم أخذهم بالبداية مني مثل المقبرة، يقعد يعيرون مثلا يقولوا يوك سورية. أنا الحين ما عندي إلا الحيوانات هي اللي صاحبها بس. مساكم الله بالخير. اليوم سنتحدث عن زوج المواطنة وزوجة المواطن. لمناقشة الموضوع معنا مجموعة من السيدات: ماريا مختار، وأم عمر، وأم عبد الرحمن، وأم عبد الله. وأرحب بمستمعي إذاعتي الرياض وجدة. مساكم الله بالخير. طبعا المشاكل يعني مشكلة المواطنة اللي متزوجة شخص غير سعودي هي تشبه مشكلة المواطنة العربية أو الأجنبية اللي متزوجة المواطن، نفس مشاكلهم واحدة تقريبا، بس هنا زوج وهنا زوجة. الشباب مسوين تقرير على الحلقة، خلونا نشوف التقرير يا شباب. صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2013 بمنح أمهات أبناء السعوديين الحاصلين على موافقات رسمية بالزواج حق الإقامة الدائمة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، والسماح لها بالعمل في القطاع الخاص، وتعامل معاملة المواطنة السعودية في التعليم العام والعالي، بالإضافة للعلاج في المستشفيات الحكومية. لكن هل تم تطبيق القرار؟ أنا أجنبية، زوجة مواطن سعودي، أم الأربع بنات سعوديات. طبعا أنا أعيل بناتي، حضانتهم معي لأنه أبوهم هجرهم له أكثر من 8 سنوات أو 7 سنوات. العيشة بقت يعني أسوأ، فما أدري كيف أعيش عيالي، كيف أطلع عيال لمجتمع واثقين من نفسهم. صرنا نسمع أن وزارة العمل تقول أن زوجة المواطن تنقل كفالتها على المؤسسة. طب أنا إذا نقلت كفالتي على هذه المؤسسة من على زوجي وعلى المؤسسة عشان أنا أبغى أتوظف والشركة انتهت، أنا وين أروح مثلا؟ يجيبون لي خروج نهائي زي أي عامل جاء أمس. يعني انقل كفالة على المكان هذا أيوة تشتغل، لكن كزوج مواطنة ما تشتغل. بعد عمر طويل إذا هو صار له شيء ولا مرض يعني توفى، أنا بنتظر عيالي هم اللي يصرفون علي ولا أنا بمشي من الدولة ولا إيش القوانين بتصير؟ أنا ما أقدر أسوي أي شيء في حياتي عشان ما يفصلون أولادي عني، عشان ما أبتعد عنهم. ما أقدر أطالب بأي حق أصلا عشان لا أبتعد عن أولادي. قالت لا مسموح لك حمالة أو عاملة نظافة. كيف عاملة نظافة أو حمالة؟ أنا أم سعوديات، أنا ماني عاملة منزلية. كيف شكلي قدام أطفالي بعدين؟ إن أنا في أبشر عاملة منزلية؟ اصبروا لي يجددوا لي إقامة عشان أسافر معكم؟ كوني أنا زوجة مواطن وأم مواطنات، صح ولا لا؟ أنا أبغى أشتغل فقط، أنا ما أبغى شيء ثاني، أبغى أشتغل عشان أفتح بيتي وأستر على نفسي وعلى بناتي. أنتوا عطيتوني هوية مصرح لي بالعمل، طيب وين أعمل؟ وين أشتغل؟ دام أن هي تزوجت زواج نظامي تم الموافقة عليه من البلد، فعلى البلد أن تكفل لها حقوقها زي أي إنسان. حتى الخدمات المفروض أنها تقدم لي كمواطنة طبعا شالوها مني بحجة أن أنا زوجي أجنبي، مثل حساب المواطن. وأبوي متوفي وأنه ما في أحد تاني يعيل البيت، حنا بنتين وولد صغير. قالت لي أعتذر عزيزتي ما أقدر أفيدك، أنه خلاص عندنا قرارات كذا، أنه الأماكن المساعدة اللي هي المولات يمنع منعا باتا أنه تتوظف فيها أم مواطن أو زوجة مواطن. ما قد ظهرت في حياة أولادي. بنتي دايما تسألني ليه يا ماما ما تجين المدرسة، ليه ما تسألين عني، عشان لا يقولون ليه أنتي شكلك مختلف عنها أو أنتي أجنبية. أنا ما أبغى أحد يتريق على بنتي، إذا هم أصلا يتكلمون عليها وهم ما قد شافوني، فما بالك لو شافوني. الحين أبغى أقدم على الماجستير، ما صار ممنوع الماجستير لأني أجنبية. يتم رفضي. أنا قدمت في جامعتين قبل كذا وتم رفضي مع أنه معدلي 95%. مجرد أن هم عرفوا أنها أجنبية الجنسية قفلوا ملفها وطلعوها، قالوا لا إحنا نعالجك أنت كأم سعودية مواطنة سعودية، لكن هي أجنبية ما نخليها عندنا، ما نعالجها.
المعاملة كأني أجنبية بحتة، ما لي أي علاقة بزوجة المواطن. زوجة المواطن بس تغيرت في الهوية. أبسط حقوقنا كبني آدمين في أي مكان، من حقك إنك تاخد علاج، وخصوصا لما يكون عندك مرض مزمن. أنا ما أحس بإني أنا تعاملت معاملة مش كويسة إلا إذا نسيت نفسي وجيت أبغى أعيش كأي مواطن، يعني يبغى يحس بوجوده، أروح أقدم، أتعلم، أتوظف، هنا بس أحس بالفرق. أنا متزوجة مواطن سعودي بعقد زواج سعودي، صدر له موافقة من وزارة العدل، أو شهادة ميلادي سعودية، فكل شيء يخص زواجي نظامي. بس باقي إني أتعامل من نفس الجهات اللي حطتني عاملة منزلية، إني أخذ بس حقوقي إني فعلا زوجة مواطن، مو مجرد اسم. فرق بيني وبين المواطنة السعودية إن هي أولادها سعوديين وأنا أولادي سعوديين، يعني حتى وإن اختلفت جنسية الأم لكن هذول أبناء وطن، هذول أبناء وطن، هذول أبناء وطن. ماريا، أنت وش وضعك بالضبط؟ أنا مواطنة سعودية، متزوجة من غير سعودي، مصري الجنسية، لدي 5 أولاد، 3 ذكور وبنتين. والمشكلة مع زوجك ولا مع عيالك كمان؟ المشكلة أنا اللي حسيت بها دحين مع الأولاد أكثر، بحكاية الاسم اللي في أسمائهم اللي في أبشر. يعني أنا جات لي بنتي، أنا ما كنت أعرف للأسف، جات بنتي بتقول لي يا ماما الخادمة خديجة قد تكون أفضل مني عند الله، والسائق غلام أفضل مني عند الله. ليش أنا اسمي محطوط مع الخدم؟ ليه ما في خانة لأبناء المواطنة؟ مزبوط. فأثرت فيها نفسيا. أبى أدخل في التفاصيل. اتفضل. أم عمر، أنت وش وضعك؟ أنا سعودية، متزوجة مواطن عربي، مصري الجنسية. مشكلتي الآن لا مش مع أولادي لسه صغار، عندي ولد وبنت. مشكلتي في عمل زوجي خلاص خرج من الشغل، فالآن الوظائف كلها بتتوطن، وعندي مشكلة إنه ما عنده شغل. أم عبد الرحمن، أنت وش وضعك؟ مشكلتي أنا أم مواطن مطلقة. أي أنت منين؟ من سوريا؟ من سوريا. من سوريا. أم مواطن. عندك كم عيال؟ عندي ولد وبنت. عبد الرحمن ولد وبنت. وزوجك سعودي مطلقة. أيوه. وش أبرز مشاكلك الحين؟ أهم مشكلتك؟ أهم شيء العلاج. الوظيفة. ممنوع تعالجين؟ لما أروح أتعالج يعالجوني، لكن ضريبة، يعني الضريبة نفس. بس في أمر إنك تعالجين. أتعالج، لكن الضريبة أدفعها، لازم أدفعها. الضريبة بس وعيالك، عيالك يعالجون؟ عيالي يعالجون. وش الضريبة؟ ضريبة إيش؟ ضريبة لما أفتح ملف أو العلاج كله في ضريبة. القطاع الخاص قصدك؟ إيه. كل الناس يدفعون ضريبة، حتى السعوديين يدفعون ضريبة. أما المستشفى العام أنا رحت أتعالج أنا أتكلم عن المستشفيات الحكومية. المستشفيات الحكومية كتبوني وافدة من 3 سنوات، ما عاد رحت الحكومي. ما يسمحون لك تتعالجين؟ هم كتبوني وافدة، لما شفتهم كتبوني وافدة أنا ما عاد دخلت مستشفى حكومي. وأنت يا أم عبد الله وش وضعك؟ أنا متزوجة صار لي 17 سنة وعندي 3 أولاد. أنا المشكلة اللي بعاني منها العمل، ما نحسب ضمن نطاقات السعودة، وما يحطونا في الوظائف المقصورة على الغير سعوديين، وإني أبغى أفتح مشروع يعني بيكون باسمي وما يحسبوني مستثمر. أنت ما زلتي مع زوجك؟ أيوة، أنا مع زوجي متزوجة والحمد لله حياتي مستقرة. أيوة. وزوجك مواطن سعودي؟ أيوة، أنا زوجة مواطن سعودي. وعندك من الأولاد كم ما شاء الله؟ 3. أيوة. وأنت بالنظام أبشر وش محطوطة؟ عاملة تحت العمالة وليس التابعين، تحت بند العمالة وليس التابعين. تحت بند العمالة. أيوة. وليس التابعين. أيوة. أنا برجع أسألك يا ماريا، في قرار في قبل 6 سنين، عام 2013 اللي أشاروا له الشباب التقرير. يقول تمنح الأم الأولاد السعوديين غير السعودية زي الأخوات. أيوة. إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نظام السعودة. ممكن أرد أستاذ داود، الكلام اللي حكيته هذا كله كان بيطبق لحد من تقريبا سنة. كل النظام هذا اتلغى، كل الكلام هذا اتلغى، إلا الإقامة لزوجة لأم المواطنين. وش اللي تغير عليك؟ اشرحي لي. ما في وظيفة خلاص،
منعونا من السعودة، ما صرنا نحسب بالسعودة. مع انك اولادك سعوديين مواطنين، انت ام مواطنين. انا ام مواطنين، بس هذا ما له علاقة، اي اجنبية، انا اجنبية. في قرار جاهم قرار منع ولا الشركات من روسهم؟ ما بنعرف، كانوا معطينا مزايا وبنحسب في نطاقات وبنحسب من السعودة، بنتعالج على حساب الدولة، سكرونا الملفات وما بيقبلونا. ايوه المستشفيات الحكومية. حتى المستشفيات الحكومية ألغت. أعطونا إقامة 5 سنوات دائمة بالرسوم يعني مرة واحدة، نحط الرسوم مرة واحدة، لغوا لنا هاي الإقامة. أنا إقامتي ممكن بتجدد بعد شهرين، كل سنة برجع أدفع تدفعين ما بعرف كم المبلغ اللي بدفع زوجي، بس كل سنة راح أدفع. أيوة. وعندي خروج والعودة، كل ما خرجت أدفع رسوم، كل ما سافرت خارج القرار مجلس الوزراء أنه الدولة تتحمل رسوم الإقامة. أستاذ داود كلام هذا مو صحيح، هو أعطونا إياها 5 سنوات صحيح، 5 سنوات فعلا أعطونا هذا قرار مجلس وزراء صح فعلا. من 5 سنوات أنا رحت غيرت إقامتي وصار يكتب لنا مصرح لها بالعمل، وصرنا نحسب سعودة ونشتغل بالوظائف السعودية. الحين القرار هذا صار يعني إذا كان الكلام ذا ما صار ما ينفذ، أتمنى أنه عندنا الجوازات يكلمونا يشرحوا لنا الوضع إذا كان مو صحيح. كل الكلام هذا انلغى. أنت نفس الشيء؟ أنا ما جربت هالشيء، بس لكن بالإقامة تدفعين الإقامة غير مصرح للعمل. لما كنت متزوجة كنت أدفع كل 5 سنوات، يدفع زوجي تقريبا يمكن 500. أما لما اتطلقت طلعوا لي صار لي 3 سنوات مطلقة ما دفعت، لأنه ما قرار ما مختلف مرة عن القرار. بعدين أنت قد طلعتي ورجعتي ولا ما قد طلعتي ورجعتي؟ لا ما طلعت. ما طلعت. طبعا وضعك أنت سورية الله يعينك. أنت ماريا، وش المشكلة؟ أهم مشكلة عندك أنت سعودية مأخذة مواطن عربي مصري. الحمد لله رب العالمين. أنا لا أعاني، لكن لي أخوات يعانون. مثل خروجهم من العمل. يعني ابنة المواطنة كانت تعمل في شركة ما، لأنها أبنائك أنت ما يعاملون أنهم سعوديين. لا يتعامل، يعني لا يعامل. هو في قرار تعامل معاملة السعوديين، سمعنا بالقرار لكنه لا يطبق على أرض الواقع. مين نسأل؟ إحنا ما احنا عارفين. في تضارب في الأنظمة. كل مدير تروح له يديك قرار جديد. صحيح. للأسف هي بشرى عظيمة لجميع من لهم معاملة. وزارة الخارجية ناس بتزور وبتلعب بالمشاعر. أنا أتمنى من الناس أصحاب الأشعاعات لا تلعبوا على مشاعرنا ومشاعر أولادنا. لا تنزلوا في تويتر ولا تنزلوا في الفيسبوك ولا تنزلوا في الواتساب قرارات. وزارة الداخلية ختم عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود. هذا يلعب بمشاعر الأمهات والآباء ويلعب بمشاعر الأولاد. أنا واحدة مرة جاني وصدقته، بعد كده ما عاد أصدق أي شيء إلا في القناة السعودية إن شاء الله، أو ينزل في طيب الآن أنت عيالك غير سعوديين. نعم. يدرسون بالجامعة والتعليم؟ الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أولادي هناء وكريم وهميس درسوا في الجامعة وأخذوا مكافآت، حتى ابنتي كانت تأخذ مكافأة تميز بصراحة. كويس. الحمد لله، نعمة وفضل. نحن لا ننكر النظام، هذا النظام يقر. لكن لحد 39 السنة اللي فاتت فجأة أوقفت المكافأة لأبناء المواطن، ولا نعرف من الذي أبناء المواطنة. وقفت المكافأة. أنا تخاطبت مع الوزير بالرسائل، مع الوزير في برنامج اللي هو تواصل. وأحيي الوزير، اتحلت المشكلة وأرجعت المكافأة بفضل الله بعد 5 رسائل. أول سؤال سألته للوزير، مع الوزير لدي سؤال: لماذا تم إيقاف مكافأة أبناء المواطنة؟ أريد جواب، ليش؟ ما هو السبب؟ أرسل لي رد علي، قال لي في 1/1 جانا قرار مرسوم ملكي أو قرار وزاري توقف المكافآت عن أبناء المواطنة. فقلت له معالي الوزير، هذا قرار سامي، والقرار السامي لا يلغيه إلا قرار سامي. صح. أبغى القرار السامي. قلت من ضمن الكلام اللي قلت له: لو كانت مملكتي الحبيبة تمر بظروف فأنا مع مملكتي، لو هذا قرار سامي فهذا كلام على عيني وعلى راسي. لكن لدي ولدان، حتى أتذكر سألته قلت له: هل نحن مملكة أم مملكتان؟ ابني في جامعة يتقاضى مكافأة، وابني في جامعة طيبة أوقفت عنه المكافأة. والأول بأي جامعة؟ كلهم بالجامعة. لا جامعة ثانية. وش الجامعة؟ جامعة ثانية اللي هي الفندقة والسياحة. أخوان توأم، واحد ياخذ مكافأة والثاني وقفت عنه المكافأة. يعني اجتهادات ناس دي. هذا معناته اجتهاد. أنا أبغى قرار، يجيني قرار من الدولة أنا أحترمه، قرار سامي نحترمه. لكن قرار ناس تخبط وتلزق صعب.
ورجعت المكافأة وبأثر رجعي، ادوهم 3 أشهر، وكمان شهر ادوهم 4 أشهر. بس لحد الحين انا ما اعرف لماذا اوقفت ولماذا كيف ارجعت. طيب انت يا ام عمر عيالك انت كم عمرهم؟ صغار عيالك لسه ما اشتغلوا، 6 سنين و2 لكن محطوطين على العمالة. على العمالة. مضبوط، وابوهم محطوط على العمالة. والفكرة الان السؤال اللي انا بسأله، انت كيف اليوم حتى زوجك ايوه عامل انت تطلعي له خروج، انت كفيلته خروج وعودة ليهم الاثنين، كل الاولاد والاب. اذا جيتي تسافرين تسوي لهم خروج وعودة وبمبالغ. بالضبط. لكن الان يا ماريا، هذا لما اولادك طبعا كبار اشتغلوا؟ أولادي اشتغلوا بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنا كنت دائما أدفعهم وأقول لهم احمدوا الله سبحانه وتعالى بتشتغلوا. في سعوديين عندهم جنسية وما بيشتغلوا. صح. إذا هي أرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه أرزاق من عند الله سبحانه وتعالى. وهم سعوديين على نص سعوديين، أمهم سعودية. أمهم سعودية نعم. صح. يعني ليش الناس ينظرون للعيال اللي أمهم غير سعودية؟ طيب أنتم ما تبون أمهم أو أبوهم، طيب أبوهم شو ذنبهم؟ طب أنا والعكس صحيح، لو أمهم غير سعودية ترى العيال سعوديين، تركوا أنتم لهوجت أمهم أو ما تبون أمهم تركوا تروحون عليه. أنا متزوجة بموافقة ولي أمري اللي هو أبي، ومتزوجة بموافقة الدولة، إذا أنا سعودية غير عادية. صح. ما عندك مشكلة أنت. ما عندي مشكلة. السؤال الآن ترى الأولاد يسمح لهم أنهم يشتغلوا، يعني أولاد المواطنة يشتغلوا، لكن أبوهم ما يشتغل. أبوهم ما يشتغل، يعني الآن أنت ليس في كل الوظائف، يعني كيف أنت في كل الأحوال الاثنين ما هم سعوديين، يعني حسب. يعني لكن يعني أنت زوجك يشتغل ولا لا؟ خلاص قاعد من الشغل، ترك خلاص، يعني جاء خلاص خطاب انه الشركه اللي كان فيها انباعت لمالك اخر، والمالك سمعنا منه هو بالتحديد مالك الشركه الجديده الوظيفه تبطلت وما نقبل. اللي بيجينا كمان مثلا يجي احد يقول لي طيب خلاص يشتغل شغلانه غير الشغلات المتوطنه. طيب كيف لما الانسان يشتغل 10 سنين في شغله اجي اقول له اشتغل شغله يغيرها؟ انت يا ام عبد الله يعني الان عندك مشكله انك ما تقدرين تشتغلين، ما اشتغلت، ممنوع. الا انا اشتغلت قبل وطلعوني. طلعوك؟ ايوه طلعوك لانك غير سعوديه. عشان غير سعوديه. طيب ولا فيه ولا كان فيه استثناء للزوجه اللي هي عربيه كان زوجة او اجنبيه؟ ايوه وزوجها سعودي انها ما تشتغل نفس القرار اللي قلت لك تعامل معامله. كانت تمنح مزايا انها تنحسب ضمن نطاقات. ضمن السعوده. ضمن السعوده. اليوم لا. ايوه اليوم لا. الحين لا. هذا الكلام من اللي قالوا؟ استاذ داود هذا الكلام خلاص مطبق في كل الشركات، وتبغى اشتغل في الوظائف الغير مسعوده، اعطيني وظيفه غير مسعوده يعني ادميه ممكن البني ادم يشتغل فيها. ما في. انت جربتي تشتغلين بشغلات ثانيه؟ جربت ما بيقبلوا. ليش معليش ليش اصحاب الشركات والمنشآت ياخذوني انا في حال وانا مو محسوبه سعوده، في حال انه ممكن ياخذوا يعني مواطنه وتنحسب لهم سعوده؟ ليش يشغلوني حتى لو انا راتبي اقل؟ بس ليش يشغلوني؟ هم يبغوا يضبطوا نطاقهم. وانت يا ام عبد الرحمن انت حاولتي تشتغلين؟ حاولت، قدمت فراشه بمدرسه رفضوني. فراشه بمدرسه رفضوني، قالوا فقط السعوديه. انا ام مواطن بشتغل اصرف على اولادي، رفضوا. انت ولدك الكبير كم عمره؟ عمره 14 سنه. والبنت 8 سنوات. الولد ما يدرس بالجامعه ولا وين؟ لا يدرس 14 سنه. بالثانوي ولا بالمتوسط؟ متوسط، ثاني متوسط. وقدمت على البلديه. ويدرس بمدرسه حكوميه؟ ايه حكوميه. لكن الحين هو يطالب انه يقول لي بطلع من المدرسه. ليش؟ يقول لي اولا ممنوع ادخل على الجيش اصير عسكري او ضابط اذا كملت دراسه. والاصدقاء يضحكوا علي يقولوا لي ما بتاخذ الا الوظيفه اللي احنا بنرميها. هذه نقطه مهمه يا استاذ داوود. المجتمع يقول لي ليه اكمل دراسه؟ ليه اتعب نفسي؟ يعايرونه بامه. يعايرون يقولوا ما بتصير عسكري، ما بتصير ضابط. هو يقول انا ابغى اصير ضابط. يعني هذه امنيته. وقدمت برضه على البلديه، اعطوني محل اني ابيع ماكولات، يعني اني انا اطبخ عشان تصرفين على هالعيال. دفعت ايجار المحل. ابوهم ما يجيهم ولا يشوف؟ ابوهم من 3 سنوات رافض يدفع النفقه. ولحد الان قضيتي بالمحكمه ما انحلت. يعني انا وصلت لوزير العدل ووصل صوتي للملك سلمان. الله يحفظه ويطول عمره، وقالوا انحلت قضيه ام عبد الرحمن. ما انحلت، من 3 سنوات للان ما في نفقه. راتب اولادي ادفع ايجار بيت وفاتوره كهرباء.
يعني فاتورة الكهرباء دفعتها 4000 اللي جمعتهم. طيب أم عبد الرحمن، أنا طبعا الحين انطرح كلام كثير على الجوازات وعلى العدل وعلى هذا، اللي وده يتداخل معنا يشرح أو يصحح موضوع. أباخذ فاصل وارجع لك، أباخذ فاصل بس أبغى أتكلم معك. أبرجع لك والله أرجع لك. حياكم الله. نتكلم عن معاناة المواطنات السعوديات اللي متزوجين غير سعوديين، والمواطنات العربيات اللي متزوجين سعوديين وعندهم أولاد سعوديين، يعاملن كما أنهن خادمات، حتى في أبشر محطوطة بالخدم. والسعودية اللي متزوجة غير سعودي زوجها مع الخدم والأولاد، يعني ما تبي الزوجة غير السعودية عندك شيء ضدها عنصرية بهواك، بس عيالها ايش ذنبهم؟ نفس الشيء. انت زعلان على هذه السعودية انها ما تزوجت، الزواج قسمه ونصيب، الله اللي سبحانه وتعالى يكتبه، فهي تزوجت. والتعدد او تعدد الزواجات هذه فيه دول تسعى له على اساس يعني جيد. انا ابغى ارجع لك، انا قطعتك انا يا ام عبد الله، انت كنتي بتتكلمين، تفضلي. أستاذ داود، كنت أبغى أتكلم عن التعليم. أي؟ إنه يسمح لنا في التعليم. يعني التعليم زوجة المواطن غير مسموح، بس الغير يعني أجنبية ومو زوجة مواطن ممكن يسمحوا لها، بس زوجة المواطن غير مسموح نهائيا. يعني كل زوجات المواطن اللي تبغى تكمل تعليمها أو تبغى مثلا تزوجت بعد ثانوي أو إنها تبغى تسوي ماستر أو دكتوراه أو أي شيء غير مسموح. غير مسموح؟ لا غير مسموح. ممكن أنا الازدواجية في القرارات، يعني في قرار محدد، ما في قرار محدد. في جامعة إسلامية فيها غير سعوديين وتصرف عليهم الدولة هنيئة، مو زوجة مواطن، ما هي زوجة مواطن ولا ابنة مواطنة. الطالب الجامعة الإسلامية له تذاكر سفر هو وزوجته وذويه، له بدل سكن. طيب أنا ابني لا أحسدهم، بارك الله فيهم فيما أعطت المملكة لهم، ولكن نحن أولادنا صحيح. يعني أنا ولدي لما يشوف نفسه ما يقدر يحضر ماجستير، أنا بنتي حضرت ماجستير في بريطانيا على حسابنا سنة واحدة. طب ليه ما تساوى بنت أنا درست على حسابنا، بنت خالها، بنت خالتها ليه؟ أيوه. يعني أنا أستاذ داود زوجي درسني على حسابه. من هو؟ أنا لما جيت المملكة كنت مخلص الثانوي بس. كنت زوجة صغيرة، أنا متزوجة 17 سنة. من 17 سنة لما جيت حاولت إني أقدم بعد الثانوي ما قبلوني، درسني زوجي على حسابه، لين أخذت دبلومين ودبلومين وما قدرت أسوي فيهم شيء. أحاول كل فترة إني أقدم على الجامعة يرفضوني. في بنات كانوا معي سووا معادلة ودخلوا ثانية جامعة القسم المناسب يعني للتخصص اللي درست فيه. غير مسموح لنا في التعليم.
طيب. هو دكتور داود كأنه قطارة، يعني الدولة ما قصرت بس بتنزل عن نبغاه بيفتح البزبوز شوي. لازم يكون القرارات واضحة مكتوبة. المعاملة لما نقول معاملة السعوديين، أولادي اليوم لما يقولوا معاملة السعوديين تكون معاملة السعوديين. أنا اليوم بدفع ضريبة القيمة المضافة لأولادي في المدرسة. طيب الآن أنت لو بتعاملهم كأجنبية مع أنهم هم أسرتهم المفروض من أسرة سعودية بالضبط، أمهم سعودية، أنت قاعد بتاخذ مني ترى. لما يكون في مشكلة في توظيف أبوهم، طيب ايش المسج او ايش الرساله اللي بتوصل لي؟ لاحظي انت الان مواطنه ومتزوجه مواطن عربي واولادك غير سعوديين، صح؟ بحكم جنسيه الاب. هذول مواطنات، الازواج سعوديين، والابناء سعوديين وعندهم مشاكلهم. صحيح. يعني المسألة كأنما هي ليست على أساس فيه امرأة في الطرف هنا وفيه رجل في الطرف هنا. لا أنا شايف إن فيها من كل الجهتين. مسألة الغير سعودي، الغير سعودي بس الغير سعودي اللي برضو حالته خاصة، ما هو أجنبي يخرج من البلد. الآن أنا زوجي لما خرج من شغله ما يخرج من البلد، احنا مرتبطين بالبلد، انا مرتبطه ببلد. هو لازم يخرج من البلد؟ لا هو ما يخرج من البلد، بس ايش هنسوي؟ اذا لقى شغل هنا اكيد يدور بلد ثاني. لا افرض انه يعني يبغى حتى ما يقدر يشتغل لحسابه، صح؟ ولا باسمك؟ انا كاتبه هذا السؤال. هل أيوة اليوم تفضل. نقدر نعمل مشروع يديره وما يعتبر تستر تجاري؟ هم قالوا لك يعتبر تستر. انا ما اعرف طبعا، انا ما اعرف. بس هذا سؤال. انا لو اني ابغى اسوي مشروع واخذته مثلا باسم اي شخص، يعني اي سيده سعوديه قريبه زوجي مو قريبتي، وكانت انا موجوده متواجده بالمكان، بيسوي له مشكله. عندك تجربه قلتي لي بالمشروع. انا كان عندك محل؟ ايوه كان عندي محل، وكان عندي شاركتني فيه اخت زوجي وقالت بطلع خلاص ما اقدر اكمل بتسافر. انقلوا المحل. حاولت انا وزوجي البلديه ما قبلوني يسجلوه على اسمي. ليش؟ انا زوجة مواطن، المفروض ان انتم بتعطوني كل الحقوق اللي كاني مواطنه. هذا كلام من زمان انا متخيله، يعني اني باخذ كل حقوق المواطنه. قالوا لا، فزوجي قال خلاص تمام حطوه في اسمي. قالوا لا انت رجال ما يصلح نحطه باسمك. طب ايش نسوي؟ نحطه باسم بنتي. قالوا لا بنتك صغيره سنها غير قانوني. طب ايش نسوي؟ قفلوا وقفلناه وخلاص وخسرنا كل اللي سويناه. هذا سؤال مهم نحتاج عليه اجابه. هل اليوم انا اقدر اسوي مشروع هيكون سجل لو هي سوت شركه مثلا؟ سوينا شركه، بس انا طبعا انا ما اقدر ادير لو المشروع. غير نظام، انا ماني فاضيه، غير متفرغه، وزوجي اللي بيدير المشروع. هل يعتبر تستر تجاري؟ أيوة. هل المجتمع حيتقبل هذه الفكره؟ لانه الان ترى في عندنا مشكله التنمر من المجتمع. صح. انا اليوم زوجي صار بيسمع عبارات انه انت ليش قاعد، ايش بتسوي، ايش بتشتغل، انا ما ابغى اشتري منك، ابغى اشتري من السعودي. هذه الاشياء كلها هذا التنمر سيء. لكن الان تكلمتي تو على انهم يدفعون فيه، جامعه تدفع وجامعة ما تدفع مكافأة. نعم. معناتها أولادك يدرسون على حساب البلد. مو أنا صحيح. قلت لك، أنا شوف، أنا عين نحلة وليست عين ذبابة. في إيجابيات بالسير وفي قرارات، لكن القرارات بطيئة جدا جدا. ما أعرف إيش سبب التعثر. هي الدنيا ما هي مسفلتة ولا في مطبات، ماني عارفة إيش. نفسي أفهم إيش اللي بيحصل. ما احنا عارفين، يعني احنا قاعدين في انتظار. يعني الجنسيات لأبناء المواطنة من 1426 أوقفت. هذا موضوع طويل عريض. ايوه خلينا على الاقل في الحقوق. لا انا في الحقوق. انا ابني يشتغل مثلا في مستشفى الحرس، كان يشتغل. هو ياخذ 5، زميله ياخذ 9. طيب ايش السبب؟ انا ابني جامعي وهو جامعي، ابني يشتغل وهو ذا يشتغل. طيب على الاقل مساواه عشان نفسيته. انا بقول ليست ماديه بس معنويه. انا هنا يقول المواطن له حقوق غير المواطن. طيب ايش يجي يقولوا لنا؟ مثلا انا لي صديقه ابنتها دكتوره، خلاص سووا معها تعاقد. بس انت تقولين بما اني ام سعوديه المفروض انه يعامل زي السعوديين. هو لانه في قرار ابن المواطنه يعامل معامله المواطن. هذا كلام بنسمعه. مين اللي قايله؟ انا افتكر الدوله اللي قايلته. بس ليش ما ينفذوا قرار دوله؟ يعني امر سامي مثلا لا ينفذ، مصيبه. لا، والغريب انه ترى الاعداد هذا تقرير من وزاره العدل، تقرير جمادى الاولى. يعني انا حسب الاعداد قليله، مي بقليله. يعني بس شهر اللي هي عقود الزواج والطلاق الصادر. شوف الزواج مكة 3314. نعم. شهر. الرياض 2249. ما شاء الله. الشرقية 1777. عسير 1116. المدينة المنورة 1025. القصيم 749. جيزان 659. تبوك 362. حايل 325. نعم. نجران 314.
الجوف 265، الباحة 281، الحدود الشمالية 143، الإجمالي 12,000. أسعدني هذا التقرير أستاذ داوود. 12,597 بشهر؟ إيه. هذا جميل يعني التقرير هذا أستاذ يعني داوود. أجانب متزوجين بشهر، هذه مضاعفة للمشاكل. هذا لا، التقرير ده أنا بالنسبة لي يرد على بعض الناس، لو إني أنا مني صاحبة تويتر، بس اللي يقول لك ما تتزوج أجنبي إلا طرش البحر أو الحجازية أو المتجنسة أو متجنسة. هي الحمد لله هذه الإحصائية لا في تسير وفي فيها عقود. هذا من وزارة العدل، ما هم من تويتر. نعم. أم مهند إيش قصتك أنت؟ أضيف على كلام الأخوات. أنا مشكلتي نفس مشكلة أنا وضيفي كويسة معنا السعوديين ما يسمعونك، خلونا نسمع بالاستديو يا شباب. تفضل يا مهند. أقول لك أنا مشكلتي إني يعني أنا الحمد لله تزوجت بموافقة أهلي، بموافقة الحكومة، ووضعنا طبيعي، والمفروض اللي أعرفه إن يعني إحنا كعائلة حنتعامل معاملة المواطنين. اللي فجأة صار إنه من سنة تقريبا وظيفة زوجي توظف. فحاليا شغله عطينا مهله ما طلعوه لانه هو متميز والحمد لله انه هو طلع من شغل لشغل احسن، اللي جابت له فرصه احسن. يعني هو كويس في شغله، فشركته عطته مهله، بس ان احنا بالنهايه يعني الوظيفه توطنت، فعادلا ام عادلا انت بتطلع بيجي مكانك واحد سعودي. مزبوط. ينحسب زوج مواطنه في التامينات، ينحسب زوج مواطنه في النطاقات، لكن الوظائف اللي هي حكر على السعوديين هو ما يقدر يشتغل فيها. ما يقدر فجأة يجي يغير مجال تخصصه، وبعدين يعني ايش يضمننا مثلا الحين هو فجأة اخذ دبلوم اي شيء ثاني، اشتغل في تخصص ثاني، سنتين ثلاثة ما يتوطن هذا التخصص الثاني، ايش يضمننا؟ طيب للأسف احنا بدأنا في اجراءات هجرة وين؟ تروحون برا؟ ايوه هو يبي يسافر، يبي هاجر ياخذك معه. لانه في لنا فرص برا، وحنتعامل احنا الاثنين شهاداتنا كويسه، واحنا الاثنين مكانتنا كويسه، حنتعامل برا كاننا كلنا في نفس المستوى. وش سويت؟ وش الاجراءات؟ زوجي واولادي يكونوا مسجلين عماله. ايه عيالك مسجلين عماله؟ مسجلين عماله كلنا، اولادنا يسجلوا فابشر عماله، ما هو حتى مع فئه التابعين، مع فئه العماله. وش سويتي باجراءات الهجره انت؟ دفعت لمحامي وقدمت وسوينا اختبار وكذا حتاخذين عيالك وتروحين؟ ايوه. هذا حل؟ والله مو حل، ولا تركة الاهل سهله، ولا تركة البلد سهله، طبعا. ولا الغربه في بلد غير اسلامي سهله، لكن كمان حل انه هو يطلع من شغله ويقعد في البيت، ولا حل ان الاولاد يشوفوا هذه المعامله. يعني انا اولادي لسه صغار، بس ما اتمنى انهم يكبروا ويشوفوا هذه التفرقه. اي بس انت حاولتي يعني، لانه في قرارات مجلس وزراء، في قرارات ضد الكلام اللي تقولونه ذا، يعني ما طلع شيء مخالف. ما هو صحيح والله. الشركه دفعت عليه غرامه اكثر من مره لانه بيشتغل في وظيفه هي توطنت. طيب شكرا لك يا مهند. تفضل يا أمه. حتى 30-70 يعني. حتى على فكرة أبغى أذكر إنه أنا تواصلت مع وزارة العمل وأرسلت إيميل وطلبت مقابلة الوزير، واتصل علي طلبت مقابلة وزير العمل، لأنه أنا اليوم أبغى أوجه رسالة أو سؤال لوزير العمل. يا وزير العمل، أنت اليوم بتقول لي زوجك ما يحق له الشغل، تمام؟ والوظائف كلها توطنت على فكرة، يعني الوظائف قاعدة بتزيد. الوظائف جيد أنها تتوطن، لأن المواطنين طبعاً أولى بالعمل في بلادهم طبعاً. لكن حنا نتكلم على واحد ماخذ مواطنة سعودية، فلجل الحين تكرم مدينة بيصرف عليها. اليوم قل لي أنت يا وزير العمل إيش اللي أنت يعني إيش الحل اللي عندك لي؟ أنا كمواطنة سعودية أنت بتضرني الآن بقراراتك، هذه القرارات بتضرني. لما طلبت مقابلته اتصلوا علي قالوا لي لا إن شاء الله تتحل، هتتكلم عن 5 شهور تقريبا وما هيكون في مشاكل. لا، المشاكل بتزيد. أنا اليوم عندي مشكلة إيجار، عندي مشكلة مدارس، عندي كلها صارت فوق راسي أنا. فهل هو هذا اليوم اللي هيقعد الزوج في البيت والمواطنة السعودية تشتغل؟ أكيد هذا مو حل. طيب خلينا أباخذ لو سمحتي لي يا أم عمر، أباخذ الأخت أمل. هلا يا أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أخت أمل. طيب أنا قصتي طبعا مشابهة للكل، لكن أنا زوجي غير عربي. طيب زوجي مسلم من الأساس، أبوه وأمه مسلمين، لكنه غير عربي. فهو قرر إنه هو بما إنه كان يشتغل هنا في السعودية، فقرر إنه هو يبحث عن
إنسانة مسلمة يتزوجها. طيب. وكان هدفه إن هو يستقر هنا. طبعا خلال قبل 3 سنين مع تغييرات الوظائف وكده طبعا دور شغل، استنى 3 شهور ما لقى شغل، فاضطر إن هو يشتغل في الإمارات. فالآن إحنا لنا 3 سنين، أنا هنا وهو هناك. أنا عندي التزامات مادية، عندي قرض عقاري لازم أنا ملتزمة به. في نفس الوقت فالآن حل يا إنه هو حيلاقي وظيفة هنا، يرجع هنا يتعامل معهم، يكون عنده إقامة دائمة، إنه هو في النهاية زوج مواطنة. يعني أنتم الآن كان كل واحد في المملكة وواحد في الإمارات. كل واحد في بلد. فيعني هو يعني هل هو انه يقول انا بما اني انا قررت ان انا اتزوج واحده مسلمه واعيش في بلد مسلم، مع انه اخوانه متزوجين مسيحيات واجانب، يعني لانه طبيعه هو حريص على زوجه مسلمه. ايوه. ويبغى يشتغل هنا، حتى كان من يعني كان همه انه هو يكون في مكان ان احنا مع بعض. طبعا دحين لنا 3 سنين، فمصاريف تذاكر روحه وسفر، واحد يعني حتى ما هو قادر ان هو يبدا اسره، يكون عنده اولاد، ايش وضع الاولاد؟ هل اولادي حياخذوا جنسيه؟ ما حياخذوا جنسيه؟ كيف حيتعاملوا؟ طيب لو هو قرر ان هو يقعد هنا مين اللي حيصرف؟ يعني هو رافض فكره ان انا اكون شايل كل المصاريف. صح. رافض ان هو يكون قاعد في البيت. طيب فقرر ان هو يلتزم بعمل خارج، لكن في النهاية الحل ايش حيكون؟ زي ما قالت الأخت حضطر إن أنا أسافر معه، أنا رافضة فكرة إن أنا أسيب البلد. صح. أصلا هو جاي عشان يعيش في البلد معك. يعني غير كده حاجة ثانية. طب أنا لما يعني بعد عمر طويل إن شاء الله لما أموت مين حيورثني؟ لو أنا عندي بزنس خاص، لو أنا عندي بيت، لو أنا عندي عقار أو أي حاجة، إيش وضعهم في الورثة؟ هو الحق الشرع أولاد والزوج ما له شغل بالجنسية يرثوا. طيب الأولاد كيف حيورثوا؟ ولا الزوج كيف حيورث نصيبه؟ وهل حيكتب باسمه؟ صح. يعني إحنا ما إحنا عارفين إيش الوضع. أنا عندي الآن قرض عقاري، القرض العقاري بما إنه هو ما هو يقدر إنه هو يكون جزء منه، أنا متحمسه بالكامل. لأنه في النهاية حدا حيكون يقول لي هذا خلاص ملك بيتك أنت، ما في حس إنه إحنا ممكن يكون شيء متشارك مع بعض. في النهاية هذا البيت حيرجع لينا احنا لاولادنا. لا، صار كانه خلاص انت سعوديه وانا غير سعودي. طبعا طيب. غير موضوع الايش الاقامه والاشياء كلها. يعني هي الاقامه ليش هي محدوده بفتره؟ هل هو يعني كانه هو شخص منتظر منه او متوقع منه كأن بمن هو متزوج غير متزوج سعودية انه بعد فتره يمشي؟ صح. هذا نقطه مره لطيفه والله فعلا. انا ابغى ازوج. شكرا لك يا امل، شكرا جزيلا لك. هذه النقطه اللي قالتها مره كويسه. يعني هو ما جاء الوظيفه متزوج، هذا ردا على هذا الا ان كان من الزواج يعني محدد بالمده، ما حدد بمده الزواج. هذا ردا على فكره انه بيتزوج مصلحه. الان وضعهم جدا سيء. طب هو ايش يجبره لو فعلا هو ما يبغى دي الانسانه؟ ليش هو قاعد في بلد هي في بلد؟ أنا عارفة ليش لازم ينظروا للغير السعودية متزوجة سعودي طمعانة. طيب. كأن الدول ما فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها مال ولا والعكس صحيح. والعكس صحيح. طيب أباخذ فاصل يا أخواتي وأرجع لكم.
مرات يجوني أخوياي يقعدوا يعايروني، مثلا يقولوا يا سورية أنت أمك أجنبية ما بتصير عسكري، إحنا بنصير عساكر، بنصير رتب ورواتبنا كبيرة، وأنت بتروح تتوظف وظيفة يعني وظيفة رواتبها قليلة وزي كذا يقعدوا يعايروني فيها إني ما بصير عسكري إذا كبرت. سألتهم قلت ليش معناتها كلمة أجنبية؟ قالت الأجنبية معناته إن أنا جنسيتي مو بسعودية، أبوك سعودي وأنا سورية. من بعدها عرفت وش هي معناته الجنسية، وقاعدوا يعايرون فيها الناس. ما تعجبني الحياة بسبب اللي الناس يتكلمون علي، يقعدوا يعايروني في شيء، تصير عندي حالة نفسية، يصير أكره إني أتكلم مع ناس، أسولف مع ناس، أصير أي واحد أشوفه أحس أبي أبعد عن الناس كلهم، ما أبي أكلم أحد. أنا الحين ما عندي إلا الحيوانات هي اللي صاحبها بس، لأن الناس يقعدون تصير مشاكل بيني وبينهم، هواش، مضاربات، معايرات زي كذا. أما الحيوانات لا، ما عندي أحد أتكلم معاه بالأشياء زي هذه إلا أمي، لأن هي اللي ربتنا وهي اللي تعبت علينا، هي اللي عاشت عمرها كله عشاننا. في الأخير يجون الناس يقولوا لها يا أجنبية. صرت أقول لها خلينا نرجع لسوريا، خلينا نرجع البلد هناك، العيشة أحسن، ما حد يعاير أحد، كل واحد عايش حال نفسه، ما حد له دخل في الثاني. الرحمن ولدك؟ هذا ولدك يعاني من هالمشكلة ذي؟ يعاني ابني، اختصر حتى الطلوع بالشارع، باص المدرسة ما يروح فيه، كم مرة يرموه من الباص، يقولوا له روح بلد أمك جاي تركب معنا. استأجرت له سيارة توديه وتجيبه بالشهر 200 ريال، ولا أخته 200 ريال، 400 ريال بالشهر. رحت قلت لهم بتدرب إني أتعلم سواقة عشان أسوق أودي أولادي، رفضهم، قالوا لازم تكوني دكتورة أو موظفة حتى نسمح لك تقودي سيارة. قلت بركي أجمع أجيب سيارة رخيصة يعني وأصير أوديهم وأجيبهم مدرسة بس. يعني ابني اختصر طلوع الشارع، ابني دائما مع الحيوانات، تخيل، ولا يطلع بالشارع، لا يلعب مع الأولاد. دخلته تحفيظ القرآن، يعني خلى كل تكريسه، يعني الحمد لله. شوف يعني هو الحين يعني هو صف ثاني متوسط، لكن حصل على شهادة، حصل على منحة خارج المملكة بأمريكا أنه يدرس، لأنه ما شاء الله ذكي، وتحفيظ القرآن أخذ الأولى. يقول لي خلينا نهاجر يا ماما، على الأقل بأمريكا ما راح يعايروني ابن الأجنبية، ما راح يعايروني بهالشيء. أنا وين أودي ابني؟ حتى علاج نفسي ما قدرت أعالجهم، أبوهم ممتنع عن دفع النفقة، راتب ضمان ما عندي. أنت على الأقل راتب الضمان أدفع إيجار البيت وهم مصروف. أنت يا عبد الرحمن تاخذين ضمان؟ لا. ليش؟ ممنوع. مطلقة ممنوع. مطلقة تاخذ ضمان؟ ما عطوا، عشان كنت غير سعودية. غير سعودية ممنوع. غير سعودية ما تاخذ، مطلقة ولا مو مطلقة غير سعودية ما لها بالضمان. أم عيال سعوديين، ترى ذولي أم عيالهم سعوديين مواطنين، ممكن دول العيال بكرة تشوفونهم مسؤولين كبار. أولاد النوم ما يناموا، يقولوا يا ماما ولا مبدعين كبار. دائما أبوهم يقول لهم بسفرها، اليوم بسفرها، بكرة بسفرها. دائما تلاقيهم الصبح يجوا يركضوا يشوفوني بفراشي أو لا. إيش فيكم يا أمي الصباح يجي ابني يبوس رجلي يبوس إيدي، إيش فيك يا ماما؟ ونقول يا ماما نمت وحلمت إنه. أنت كيف نمتي في المقبرة؟ نمت في المقبرة. أخذهم أبوهم أول ما طلقني، واتصل بصاحب الشقة قال له أنا فسخت العقد والأولاد معي، وهذه بسفرها بكرة بسفرها، طلعها من الشقة. ايوه. جاء صاحب البيت قال هذا اللي جاني منه، فسخ العقد واخذ الاولاد، قال لي اخذت اولادي واطلع من الشقه. رحت في زاويه بالمقبره، قلت لحد ما يطلع الصباح اروح اشتكي. رحت جلست جنب في بالمقبره هناك زاويه، حطيت كراتين وجلست فيها للصباح. الصباح فقط لقيت نفسي نايمه، وكان بعز يعني كان ب20 رمضان، الدنيا صيام. دكتور جلست 3 أيام صايمة. خلينا نتكلم عن النقطة دي. ايوه النقطة العنصرية قصدك؟ العنصرية موجودة في السعودية وفي غير السعودية، في كل دول العالم. موجودة في كل دول العالم. وبعدين هي ثقافة مجتمع. صحيح. وبعدين ثقافة بيوت. يعني العنصرية موجودة في كل العالم، لا نريد أن نتكلم عن العنصرية. أنا بتكلم عنه، أنا ابني لو صدع أديله أسبرين، بنتي لو أطمغصت أسوي لها أي عشب من الأعشاب،
لكن الخطورة عندما تتعب نفسيا، أنا لا أستطيع أن أعالجها فتحتاج إلى طبيب نفسي أو معالج نفسي. ليه نوصل لهذا؟ أولادنا هم ثروتنا، هم رأس مالنا، هم استثمارنا، خير استثمار. أي ابن استثمار لأهله. صحيح. فأنا لما أطلع ابن يلاقي هذا الظلم والضغط، ماذا يحصل بعد ذلك؟ الغريب أنه أنظمة ممتازة، تنفيذ ما في. طب ايش انا ابغى اقول اين تكمن المشكله؟ اين المشكله؟ هل هو حسد مثلا؟ انا يجيني قرار يعني على الاقل اشياء بسيطه اللي هي زوجك انت وهنا الخوات كزوجه هذا ام عبد الله ولا ام عبد الرحمن، يعني ما ينحط مع العاملين، هذا اقل شيء. يعني يسوي ايقونه صغيره كذا زوجة مواطن. المسؤول الحاسوبي لا يضع في هذا الموقف. هي ما هي مضاربه ولا هي حرب. بس انت يا مريم عيال كبار. ايوه الحمد لله رب العالمين. هم يشوفون نفسهم ببشر محطوطين. انا بنتي اللي اكتشفت انه انا ما كنت اعرف. بنتي من سنه اكتشفت وبعدين يعني زعلت يعني الحمد لله رب العالمين. جات زي ما قلت لك، زي ما حكيت لك، قالت لي الخادمه قد تكون افضل عند الله والسواق افضل عند الله، لكن ليش ما عرفت تسوي فيزا؟ تبغى تطلب فيزا لدبي، ما عرفت تطلع فيزا لانها ما هي عارفه فين في اي خانه. لقت نفسها في خانه الخدم، مع احترامنا للخدم ومسلمين والله يجزاهم. بس هذه وضعها في الاسره شيء. بس بيأثر. انا يمكن كأم كبيره عندي وعي، لكن الناس لا، ما عندهم. يعني الاطفال دول ما عندهم فكر. يعني انا لما ولدي لما راح ياخذ المكافاه اقول له ما لك مكافاه. الموظف ما يفهم، لا يعي شيء. الموظف انا اعتبره جاهل، لكن انا اقول الموظف لو جاء وكلمه وقال له معليش في مشكله وما الى ذلك من الامور. ليه؟ يعني الخروج والعوده ده، الخروج والعوده انا ايوه الخروج والعوده عشان انا اخرج بنتي تروح سنه انا ادفع 1200 ريال سعودي. لو تاخرت بنتي يوم لا تستطيع ان تعود الى المملكه مره اخرى الا لما انا اروح الجوازات واروح وزاره الخارجيه. صحيح. واطلب لهم طلب جديد عشان ادخل السعوديه مره ثانيه، ولا لا تستطيع ان ترجع للسعوديه. لو تاخرت واحد يوم تخلفت عن الموعد. احنا نفس تروح عيالك برا. لا ما تقعد برا، هو في نظام. بس ليش انا تحوجوني اني اخرج بنتي؟ غابت مثلا الحجز تغير مثلا واحد يوم مثلا، صح. خلاص الساعه 12 لا تستطيع ابنتي او ابنتي ان يدخلوا زي اللي اشارت له ام عمر، اللي هو إقامة تحديد بسنوات الزوج. أيوة ليش يمكن يبطل هو مثلا بعد سنتين. هي نظرة المجتمع أستاذ داود، نظرة المجتمع إنه الزواج اللي فيه طرف غير سعودي هذا الطرف مش كويس ومش مقبول وعنده مشكلة وفي طمع. وهذا أم عبد الله أنت كنتي بتقولين شيء؟ أنا كنت بتكلم عن نفس النقطة، الخروج والعودة. أنا بسافر مع زوجي كل سفرة برسوم، كل سفرة برسوم. ما بعرف، يمكن هو زوجي بيعرف الأشياء هاي. بالشهر تقريبا اللي أنا لو خروج وعودة شهر 200 ريال تقريبا، 200 ريال يعني 200. أيوة كل ما تزيد كل شهر تزيد 100 كل ما تزيد يعني على السنة. ليش طيب أنا يعني ليش تدفعوه عن تواجدي معه 1200؟ ليش مسكين يدفع عني رسوم؟ ليش يتحمل يعني أنا أبغى أشاركه بالعمل، أقوم أحمله. الوقت يكاد يعني خلاص أزف عندي الوقت. أنا أتمنى انه النظام الاولاد السعوديين اقامه دائمه في المملكه دون كفيل، تتحمل الدوله رسوم ويسمح لها بالعمل في القطاع الخاص زيها زي المواطنه. دكتور بس عندي كلمه كده بسيطه. يلا اقل من ثواني. زوج المواطن. الحمد لله حمدا ابي خادم الحرمين الشريفين، ابناؤنا الذين تربوا على هذه الارض ونما حبهم فيها وتقاسموا هواءها معنا واستقوا منا سعوديتنا ووطنيتنا، فهم لا يعرفون وطن غير هذا الوطن الحنون. وهم شباب وشبان أسعدتهم كما أسعدتنا رؤية 2030، وهتفوا باسم ابن الوطن البار سمو الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب والتطوير والتغيير، وهم كبقية أفراد الوطن على أتم استعداد للدفاع عن هذا الوطن بأرواحهم كما يفعل أبطالنا في الحدود الجنوبية. أسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم وأن يرجعهم إلى هذا الوطن سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. في أمان الله.